لو عندك فضول تعرف ايه هي الناس اللي قاعدة بتتكلم جوه دماغك او الاصوات الداخلية اللي بتتكلم معاك طول الوقت، ايه هي الاصوات دي وجاية عشان تقولي ايه وبيعملوا اصلا ايه جوه دماغي، وازاي ان انا اقدر اتحكم فيهم او اعرف ان انا اتعامل معاهم ازاي؟ يبقى الحلقة دي عشانك، ياريت لو تشوفها لحد الاخر. انا هحكي لكم النهارده عن الاصوات دي من وجهة نظر الشقيري، وطبعا يعني هزود حاجات عليها، ولكن هي من وجهة نظره في كتاب الأربعون، لان انا لقيتها ان هي شرحها مبسط جدا وفعلا هيفيدنا وفعلا هيقدر ان احنا يعرفنا كويس قوي ايه هي الاصوات اللي بتدور جوه بالنا. جوه كل واحد فينا 3 اصوات، والشقيري بيقول ان هو عشان يوصل للمعلومة دي قعد سنين طويلة قوي بيدور على الكلام ده، وقعد ان هو قرأ مئات الكتب وقرأ الابحاث الكتير عشان يقدر يوصل للحاجة دي. بيقول عن الرحلة دي ايه؟ بيقول: رحلة اتعبتني وحيرة اقلقتني ولغز اعجزني. عجبني قوي الكلام اللي هو بيقوله ده، لاني حسيته فعلا ان هو معبر جدا عن الحد اللي بيحاول يدور على حاجة جوه نفسه. فخلونا نعرف الثلاث اصوات دول ايه. اول صوت هو الريبتيليان برين. ريبتيليان برين ده اللي هو ايه؟ اللي هو العقل البدائي. جوه كل واحد فينا عقل بدائي او العقل الزواحف، عقلية الزواحف اللي هي ايه، او مخ، مش عقلية، خلينا نسميها مخ عشان نبقى دقيقين اكتر. المخ البدائي ده بيشترك فيه الانسان مع بقية المخلوقات زي مثلا الحيوان او زي الطيور. والجزء ده في الدماغ بيبقى مسؤول عن ايه؟ بيبقى مسؤول عن اول حاجة ان هو يحمينا من الألم. يعني مثلا انا لو في حاجة سخنة قوي قدامي او نار مولعة او حاجة، انا جسمي هيحميني، مش لازم افكر تفكير منطقي عشان ما احطش ايدي في النار، لا، هو انا بديهيا يعني خلاص جسمي مسيستم على ان ده خطر، فانا ده فهو هيحميني من الحاجة المؤلمة دي. او تاني حاجة يحميني من الخطر الكبير قوي، زي مثلا ايه، زي اسد بيهاجمني او عمارة بتقع مثلا، فانا هجري منها، مش محتاجة افكر ان انا اجري، لا انا هجري على طول، فهو بيحميني من الخطر. تالت حاجة بيحافظ على البقاء. بيحافظ على البقاء يعني بيعمل ايه؟ يعني هو البقاء من خلال ان انا بيخلي الانسان ياكل، بجوع فباكل فبشرب، فده بيحافظ على البقاء بتاعي. او من خلال التزاوج اللي هو في الحيوان وفي الانسان يعني. دي كانت أول صوت، اللي هو صوت العقلية البدائية اللي هي في الإنسان وفي الحيوان، واللي هي بتيجي عشان تحميني من الألم وتحميني من الخطر وتحافظ على بقائي. وسمى الصوت ده الشقيري سماه بشهوان، لأن هو لذة، بيدور على اللذة، لأن الأكل فيه لذة. بالنسبة لإحنا كمان في الإنسان الموضوع تطور جدا جدا معانا، وبقت اللذة كبيرة قوي في الأكل، مش بس لمجرد الحفاظ على البقاء. وبقى طبعا الشهوة التانية التزاوج، بقى طبعا بنوصل لها بطرق تانية غير الزواج. يعني ده برضو الإنسان بيدور فيها على شهوته فقط لا غير. يبقى دي أول عقلية أو أول صوت جوانا بيتكلم معانا، هو صوت إيه؟ صوت الشهوة الداخلية اللي جوانا. وخلينا نسمي الصوت ده زي ما سماه الشقيري بشهوان. تمام. طيب ايه هو تاني صوت جوانا؟ تاني صوت جوانا هو الشقيري قال عليه ان هو العقل الثدييات، بس انا عايزه اسميه الليمبك سيستم، لان الليمبك سيستم ده اللي هو اللي بيبقى مسؤول عن المشاعر جوانا. فالمشاعر جوانا هو ده الصوت التاني. جايه بقى تقول لنا ايه المشاعر؟ والمشاعر لا، هو ربطها ربطه حلوه قوي بالنفس اللي جوانا، اللي هو ايه؟ انا الغضب اللي جوايا، مشاعر الغضب اللي جوايا لما نفسي تثور عشان اخد حقي حاجه معينه، او لما نفسي تثور بالمشاعر ان انا عايزه رغبه الحصول على مثلا لبس، او الحصول على حاجه بمنصب معين، او حب السيطره على اولادي، او السيطره على الناس اللي حواليا، او حب الظهور، او حاجات كتيره قوي النفس بتبقى عايزاها في صوره مشاعر اكتسبها او مشاعر اديها لغيري. فهي المشاعر اللي دايره الصوت التاني. وده سماه عطفان عشان هو ليه علاقة بالمشاعر والرغبات المشاعرية اللي جوه الإنسان. فالصوت التاني هو عطفان. يبقى أول 2 شفناهم بيتكلموا معانا هم شهوان اللي ليه علاقة باللذة والشهوة بتاعة الجسد.
تاني صوت عرفناه اللي هو عطفان، اللي هو ليه علاقة برغبات النفس، اللي هي الرغبات التانية اللي بيتميز بيها الإنسان عن باقي المخلوقات، أيا كانت بقى الرغبات، عربية عايزة اشتريها غالية، بيت، حب سيطرة معين، أيا كان الحاجة اللي هو الإنسان عايز يحصل عليها، وده سماه بعطفان. يبقى دول أول صوتين جوانا بيتكلموا معانا. الصوتين دول في الصوت الثالث، وهو المهم جدا للصوتين دول، لان هو ده الصوت اللي هو بتاعي انا، صوتي انا. وهنا بتيجي اجابة هو انا ليه بعمل الحاجة وانا عارف ان هي غلط، انا ليه بعمل غلط وانا عارف انه غلط بس برضو بعمله. هو هنا بقى يجي اجابة السؤال ده، لان انا هاجر ده الصوت الثالث اللي هو صوتي انا، وسماه الشقيري بالملك، او لا سماه بعقلان، سماه بعقلان، اللي هو ده العقل اللي هو مسؤول عن ايه؟ البري فرونتال، او ربنا قال عليها في القرآن الناصية، اللي هو عقلي انا اللي بيفكر. انا هاجر، انا هاجر بايه بقى؟ معتقداتي، افكاري، سلوكي، بيئتي، المدرسة اللي انا نشأت فيها، البيئة اللي انا كبرت فيها، اهلي، الدين بتاعي، المبادئ بتاعتي، انا تكويني انا هاجر. ده هو عبارة عن الصوت الثالث اللي بيبقى جوه كل حد فينا، وسماه الشقيري بيه عقلان. هو ده الصوت بقى اللي بيجي يقول للصوتين التانيين دول يا اما لا مش هينفع ان احنا نعمل ده، يا اما ممكن نعمل ده. ومن هنا بتبدأ الصراعات، لما الثلاث اصوات يتكلموا جوانا، وبتبدأ الصراعات ما بين الثلاث اصوات تحصل جوانا، او الخناقة تحصل ما بين الثلاث اصوات جوانا. فيجي بقى هنا الادوار اللي قال عليها الشقيري في الموضوع ده. قال ايه؟ قال ان عقلان هو دور الملك، الملك اللي هو هاجر، انا الملك اللي على الوزيرين التانيين اللي هم الصوتين التانيين شهوان وعطفان، وانا الملك عليهم. فما ينفعش الملك يبقى لعبة ما بين الوزراء، وما ينفعش وزير هو اللي ياخد دور الملك، واحد من الوزراء هم اللي ياخدوا دور الملك، او الملك يبقى تابع لوزير من الوزراء دول، او الملك يبقى منعزل تماما ومش موجود اصلا. يبقى هو دي الناصيه اللي قدام، اللي هي بتفكر اصلا في الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. فخليني اقول لكم صراعات من الصراعات كده. اول صراع مثلا شهوان ده احنا قلنا بتاع اللذه. لو جه شهوان يقول لنا ايه؟ الله يا هاجر الشوكليت كيك دي حلوه قوي، انا عايزه اكلها، انا عايزه اكلها دلوقتي. فانا دلوقتي هيجي عقلان ويقول لي ايه؟ لا بس دي هترفع الانسولين عندك، بس دي مش حلوه عشان صحتك، بس دي مش عارف ايه. فهنا بقى عقلان جه قال لي الحاجه دي، مين بقى هيسيطر فيهم؟ يا ترى اللذة او شهوان هو اللي هيسيطر، هروح واكله الكيكه على طول وانا عارفه ان هي غلط، وانا عارفه ان هي مضره وهتضر صحتي، ولا اصلا عقلان مش هيجي يتكلم معايا اساسا، ومش هيجي يقول لي ان الكيكه مضره او اللي انا هاكلها دي مضره، وهروح اكلها على طول؟ لما اروح اكل الحاجه على طول، او لما اعمل الحاجه على طول، ساعتها هنا ده بيسمى ايه؟ بيسمى بحاجه اسمها باترن. انا هنا ببقى متعوده ان انا اعمل الحاجه، وده السيستم اللي بقى جوايا. فعلم النيورو ساينس بيقولوا ايه؟ ان في جوانا مسارات عقليه. المسارات العقليه دي بتبقى اتشكلت حسب كل الحياة اللي احنا مرينا بيها من زمان قوي. فتخيل ان انت لو قاعد في الأوضة دي ومعاك الصوتين شهوان وعقلان، كل واحد فيهم كبر. يعني انا لو عندي 40 سنة 30 سنة، الصوت اللي قدامي ده عنده 40 30 سنة زيه زيي، وهو عنده بقى كل المعتقدات اللي جوايا. فمثلا هو ارتبط جواه ان اكل الحلوى او اكل الشوكولاته اللي انا هاكلها دي هتسبب لي السعاده، هتخليني ابقى مبسوطه. فانا اول ما يبقى انا في مودي مش تمام، يجي طلع عندي على طول للذه اللي جوايا تقول لي ايه؟ تقول لي ان انا صوت شهوان وصوت عقلان اجتمعوا مع بعض وبيقولوا لي ايه؟ يلا كلي الحلويات دي دلوقتي، انت هتبقي كويسه وهتبقي تمام. فانا من غير ما عقلان يشتغل اصلا هروح واكله الحلويات دي. بعدين بقى ممكن يجي وقت عقلان يشتغل فيخليني اندم على الحاجات الحلوه اللي انا اكلتها دي، لان هو فايق بعد ما انا ما عملت الباترن خلاص. او لو هو فايق اكتر هيجي يقول لي قبل ما اكلها بس انا ممكن ما اسمعش كلامه ومشي رايي شهوان عليه. او ان انا
لا وفعلا وما اكلهاش وابقى عارفه ان انا مش هعرف اكلها، واتعلم ادير ازاي شهوان وعقلان وعطفان عشان اوصل لحل مثالي في الاخر، وده هنتعلمه بعدين يعني ان شاء الله هبقى اعلمه لكم. ولكن دلوقتي خلينا نفهم الاول ايه هي الاصوات الثلاثه اللي جوانا بتقول لنا ايه. تعالوا اقول لكم مثل تاني عن عطفان. مثلا انا موجود في مكان عام والناس قاعده بتتكلم، وحد من اللي بيتكلموا دول قال لي اهانه او قال لي حاجه خلتني احس بالاهانه. فانا لما حسيت بالاهانه على طول عطفان قال لي ايه؟ قوم اخبط مش عارف ايه، او قوم رد عليها، او انفعل على طول، الانفعال يطلع شغال على طول. ده عشان عطفان هو اللي ساق الموقف هنا. بس لو عقلان طلع مثلا ولحقني وقال لي لا احنا في مكان عام وانا ممكن اخد حقي بطريقه كويسه، وانا ممكن اعمل كذا او اتصرف بكذا او ارد الرد الفلاني، فده ياكلني يخليني اخد حقي، فاهدى يا عطفان شويه هناخد حقنا ولكن بالطريقه الفلانيه. ده لو عقلان تدخل. طيب لو عقلان تدخل وهو اللي ساق الموقف وتصرف. طب لو عطفان مرضيش وهو اللي قام عمل الفعل على طول، يبقى زي ما قلنا دي باترن انا عارفها، ان انا لو تعرضت للاهانه هوب هنط على طول على الرد ومن غير ما افكر ولا من غير اي حاجه، لان دي باترن انا اتعودت عليها من وانا صغير. او المواقف اللي تعرضت ليها او الخبرات الحياتيه اللي مريت بيها خلتني ان انا اوصل لان ده الحل المثالي للموقف ده، فانا بعمله على طول من غير ما افكر. لان هو بقى آلي اللي هو العقل شهوان وعطفان بقوا بيتحركوا على نظام الآلية، الاوتو بايلوت مود. ايه اللي هو الاوتو بايلوت مود؟ ان انا بعمل الحاجة من غير ما افكر فيها، خلاص بلاقي نفسي اتصرفت التصرف من غير ما افكر قبل ما اصرفه، من غير ما عقلان يطلع ويفكر، اللي هو ايه؟ اللي هو الناصية، اللي هي العقل الامامي البريفرونتال، ما طلعش وما فكرش، فانا بتصرف على طول على الاوتو بايلوت مود. طب ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ هفضل امشي ورا عقلان وشهوان وعطفان من غير ما عقلان ما يتدخل، او عقلان لو تدخل بيبقى ضعيف جدا ومش بقدر ان انا اخلي كلمته هي اللي تمشي؟ لا طبعا. دايما النيورو ساينس قال لنا ان هو النيورو ساينس باث موجوده في عقلنا. كمان احنا ممكن ان احنا نخلق حاجات تاني غيرها، بان احنا نمرن وندرب ونعود نفسنا عشان نشوف مسارات تانية جديده غير المسارات القديمه اللي كانت موجوده. يعني نخلق جوانا ونصنع جوانا ردود افعال جديده تتناسب مع عقلان وتتناسب مع النسخه اللي احنا نفسنا نوصل منها عن نفسنا. فخلونا نراجع كده بسرعه. كل واحد فينا جواه 3 اصوات: شهوان اللي هو صوت اللذة اللي جوانا، عطفان اللي هو صوت الأحاسيس والمشاعر أو صوت النفس والرغبات بتاعة النفس اللي جوانا، وعقلان ده صوت العقل، صوت الحكيم اللي جوانا، اللي المفروض يكون دوره إن هو يوزن ما بين الصوتين التانيين ويسوق من خلال بقى خبرته وحكمته ودينه ومبادئه و. فدول كانوا ال3 اصوات اللي جوانا. وهنا بفتكر حاجه في مقابله لامير عيد انا شفتها ليه. كان بيقول ايه؟ كان بيقول انا من اعظم انجازاتي ولا اي حاجه انا عملتها من الناس عارفاها، انا اعظم انجازاتي هي ان انا حاربت فكره كانت مسيطره عليا، بس انا قدرت ان انا احارب الفكره دي واعلى وارتقي بنفسي عن الفكره وما اعملهاش. فهنا هو كان بيقول ايه؟ بيقول ان عطفان او شهوان واحد فيهم كان عايز يقول له على حاجه يعملها، ولكن هو كان بيحاول يقوي عقلان ان هو يعني هو اللي يبقى الملك، وهو اللي يخلي شهوان وعطفان يخضعوا لإدارة عقلان، وهو اللي يخلي عقلان اللي كلمته تمشي في الآخر. فهو هنا سيطر على شهوة أو رغبة كانت جواه. هو بيقول إن ده من أعظم إنجازاته، وأنا شايفة ومعاه جدا جدا في الموضوع ده. لأني أنا كمان من حوالي 2 كده كنت أنا بعمل ريفليكشن كل عيد ميلاد ليا، فكنت بقول أنا إيه أكتر حاجة حاسة إن أنا ممتنة إن أنا حققتها في حياتي. ولما قعدت فكرت كتير قوي لقيت نفسي اخترت حديث النفس. اكتر حاجة انا ممتنة ان انا قدرت ان انا اقدر افهمها
واحاول ان انا اتكلم مع نفسي ازاي واحاور نفسي ازاي، ومن خلال محاورتي وكلامي وحديثي الداخلي مع نفسي اقدر اوصل لاي حاجة انا عايزاها، او اقدر الغي اي حاجة انا نفسي الغيها من حياتي، او اقدر اربي ولادي بالطريقة اللي انا نفسي اربيهم بيها من خلال حديثي الداخلي. حتى بعدها بسنة اختي سألتني نفس السؤال، سبحان الله، قالت لي هاجر هو انت ايه اكتر حاجة حاسة ان انت مبسوطة بيها؟ حتى بعد ما كنت كتبت الكتب بتاعتي قلت لها برضو نفس الاجابة، قلت لها ان انا ممتنة جدا ان انا بقيت اقدر اعرف اتكلم مع نفسي ازاي، بقيت اقدر اعرف حتى اقعد مع نفسي واسمعها هي بتقول ايه اصلا واتكلم معاها. هي دي كانت الحاجة اللي أنا فعلا ممتنة جدا إن أنا وصلت ليها. وده بقى اللي أنا عايزاكم تعملوه في خلال الأسبوع الجاي ده. عايزاكم تعملوا إيه؟ أول حاجة تسمعوا نفسكم، يعني عايزاكم تركزوا كده، حتى لو في الموقف معرفتش تسمع نفسك، بعد ما الموقف ما يعدي اسأل نفسك هل الموقف اللي حصل ده مين اللي اتكلم فيه؟ شهوان ولا عطفان؟ وعقلان ساعتها عمل إيه ونفذ كلمة مين؟ وعايزاكم تعملوا ده في مواقف كتير طول الاسبوع. راقبوا نفسكم، شوفوا مين اللي اتكلم من الاصوات دي وانت عملت ايه ونفذت ايه، وممكن اعدل ايه في الموقف ده، واحاول ان انا تاني يوم اعدل من ده ازاي واقوي عقلاني ازاي. وانا ان شاء الله المرة الجاية هتكلم معاكم في ان احنا ازاي ممكن نقوي صوت الملك اللي جوانا، وازاي ان احنا نوازن ما بين الثلاث اصوات، وازاي كمان ان احنا نقدر ان احنا ما نكتمش الشهوة بتاعت شهوان اللي عايزة، لان ساعات بتبقى الرغبة كبيرة قوي جوانا، وانا لو عقلان عملتها باجبار ما انا كده ممكن ان انا انهار او مش هكمل مع نفسي. لا، ازاي اسايس شهوان وازاي اسايس عقلان، ازاي اسايس الاتنين عشان اوصل لحل نهائي وسط ما بين الاتنين دول، ويبقى عقلان هو الملك المسيطر، ولكن ملك قائد، ملك قائد، وهما الاتنين يبقوا تابعين للقائد ده، وتابعين وهم راضيين وهم مبسوطين، عشان اوصل للتناغم ما بين الثلاث الاصوات، واعرف في الاخر ايه هي الانفس اللي احنا ممكن نقدر يعني ايه هي انواع الانفس، وايه هي نوع بالذات النفس المطمئنه اللي احنا نفسنا كلنا ان احنا نوصل لها. فخليكوا الاسبوع ده راقبوا حديثكم الداخلي، شوفوا مين اللي اتكلم من الثلاث اصوات دول، ولما اتكلم كان عايز يقول لكم ايه، وانتوا نفذتوا رغبه مين، ويا ترى دور عقلان كان بنسبه كام في المية. وان شاء الله نتكلم الحلقه الجايه عن اللي انا قلت لكم عليه، واشوفكم الاسبوع الجاي على خير.